وبعد ذلك في حياتنا هذا كل شخص ذهب إلى الحج يعرف إنكم جعلتم بيت الله فقد مكانا للتجارة، بل تتجرون ببيت الله الحرام، فلا بل فما جاء في الكافي الشريف هو صحيح جدا. تفضل. طيب هذا كله كذب وافتراء على أهل مكة. نحن نعرف يا أهل مكة، أهل مكة نعرف، وكل حاج يذهب والله العظيم إنكم تحقرون الحجاج، وإنكم جعلتم هؤلاء الباكستانيين والبنغاليين تعاملون معهم، والله لا يعامل إنسان مع حيوان هكذا تعاملون معهم هكذا، وأنتم تزعمون أنكم مسلمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل جعلتم بيت الله وخربتم جميع المقامات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبنيتم الفنادق ورفعتم الفنادق أرفع من بيت الله الحرام، وتزعمون أنكم مسلمون وتفتخرون علينا بأنكم أهل مكة. والله العظيم إنكم تخونون بيت الله الحرام، تخونون مكة المكرمة، وجعلتم فقط مركزا للتجارة، ولو لم يكن عندكم منفعة تجارية لخربتم المكة حتى بيت الله الحرام أيضا. تفضل. على كل حال ما سؤالك؟ السؤال الأول هذا كله كذب والناس تعرف. الناس كلهم يعرفون كيف أنتم تعاملون مع الحجاج، الناس كلهم يعرفون، غير الأذية وغير أخذ الأموال ليس عندكم شأن. تفضل. إذا تريدون أن تشاهدون كيف يخدم الزوار والحجاج اذهب إلى كربلاء، اذهب أهل كربلاء وأهل النجف الأشرف كيف يخدمون زوار أبي عبد الله وزوار أمير المؤمنين عليه السلام، تعلم منهم. بل وهناك يأتون 20 مليون زائر، عندكم يأتي 2 مليون تؤذوهم. بل تفضل. على كل حال. طيب يا أخي أنت أنا شكرا، بس أعطينا فرصة لو سمحت. أنا في خدمتك. ما هو سؤالك؟ لو سمحت لي. فهذا يعني أنتم هذا معروف عندكم من أفضل من مكة، وكربلاء ما ذكر في القرآن، وذكر مكة وأهل مكة ما ذكر. الله ذكر جهنم أيضا. مكة شريف، مكة مقدس، ولكن أنتم أهل مكة. أبو سفيان أبو لهب من أهل مكة أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس الكلام في مكة، مكة شريف، مكة قبلتنا، أنتم أهل مكة لا دين لكم. تفضل. على كل حال. نعم شكرا لك على التكفير، شكرا لك على تكفير أهل مكة. إنكم تكفرون جميع المسلمين، إنكم تسمون جميع المسلمين مشركين، فهذا ليس شيء جديد. بلي. تفضل. طيب شكرا لك. والرافضة والأهل السنة هم اللي يحكمون. اسمع عندي 3 أسئلة من القرآن الكريم. السؤال الأول تطرحه وتنتظر الجواب، فاطرح سؤالك أصعب شيء عندك أولا. تفضل. حاضر. اسمع الآية كلها من القرآن، أنا أعطيك أسئلة من القرآن وقت. السؤال الأول وبعد ذلك تنتظر للجواب. تفضل. ما هو السؤال الأول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقلن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سياق الآية هذه لنساء النبي، وأن نساء النبي من أهل البيت المطهرين. ماذا تقول هذه الآية أمام الرافضة؟ الآن أعطيك الجواب. إخواني الأعزاء، من الأشياء الذي ينبغي أن يعرفه كل مسلم إن ترتيب الجمع ليس ترتيب النزول. ترتيب جمع القرآن الكريم ليس ترتيب نزول القرآن الكريم، وهذا واضح جدا. أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا هي؟ أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أول آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد البعثة. وأين هذه الآيات في القرآن الكريم؟ هل في بداية القرآن الكريم؟ لا، هذه الآيات في آخر القرآن الكريم. وكم من آية مدنية قبل آية مكية في ترتيب القرآن الكريم، في ترتيب جمعه.
وليست هذا ترتيب نزوله. فإذا نريد أن نفهم نزول الآية في شأن من يكون، لازم أن نراجع التاريخ، ولازم أن نراجع الروايات والأحاديث. نزلت آيات بشأن من؟ لأن ترتيب الآيات هذا ليست من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليست من الله تبارك وتعالى. ترتيب النزول نعم من الله تبارك وتعالى، ترتيب الجمع لا. فلأجل ذلك هذه الآية المباركة آية التطهير في شأن من؟ هل هي في شأن النساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فنراجع إلى صحيح مسلم وننظر إلى صحيح مسلم من هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وفي شأن من نزلت آية التطهير. إخواني الأعزاء، هذا الكتاب في يدي هو صحيح مسلم. صحيح مسلم، لاحظوا جيدا. أولا يا شيخ اسمع جيدا، لا تقطع علي. معك. صحيح مسلم وهو مسند الصحيح المختصر للحافظ أبي الحسين مسلم الحجاج القشيري النيشابوري. صحيح مسلم طبع دار الفكر، طبع في سنة 1432 دار الفكر بيروت لبنان. هذه صفحته 1200 وهذه صفحته 1201. كتاب فضائل الصحابة، كتاب فضائل الصحابة. رقم الرواية 6122 عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم. دخلنا عليه فقلنا له: رأيت خيرا، لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصليت خلفه. وساق الحديث بنوع حديث أبي حيان، غير أنه قال: أنا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. وفيه فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه. لاحظوا جيدا ودققوا جيدا. قلنا: من أهل بيته؟ نساؤه. قال: لا، وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته صلى الله عليه وآله أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. فهذا قول من؟ زيد بن أرقم، وهو يقسم بالله ويقول: لا وأيم الله، النساء ليست من أهل البيت، لسنا من أهل البيت. هذا أولا. بعد ذلك الرواية صفحة 1207 باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رقم الرواية 6155 عن من يروي؟ عن صفية بنت شيبة قالت عائشة. يروي مسلم بن حجاج القشيري النيشابوري الإيراني عن عائشة بنت أبي بكر قالت: خرج النبي صلى الله عليه وآله غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله صلوات الله عليهما وآلهما، ثم جاء الحسين فدخل معه سلام الله عليه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها سلام الله عليها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما هو الباب عند مسلم؟ باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري بعنوان هذا الباب وبترجمة هذا الباب أولا بين لكم من هو أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت لسنا بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه جاء برواية زيد بن أرقم: لا وأيم الله، ليس النساء من أهل البيت. ثانيا إن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هؤلاء الخمسة، أولهم سيد الأنبياء والمرسلين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيهم سيد الوصيين أمير المؤمنين عليه السلام، ثالثهم سيدة نساء العالمين الزهراء المرضية أم أبيها صلوات الله عليها، رابعهم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، خامسهم سيد الشهداء
أبو عبد الله عليهم السلام. أثبت ذلك. بعد ذلك الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن آية نزل في حق من؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لو نزلت هذه الآية في حق النساء النبي صلى الله عليه وسلم جاهل والعياذ بالله يقرأ هذه الآية في شأن هؤلاء الخمسة والآية نزلت في حق النساء. هل أنت تتهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالجهل بالقرآن؟ ما جعلك هذا المتعصب تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكم لها من الروايات رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم تحت كسائه وقال قرأ هذه الآية المباركة وهو حديث كساء. هذا ردي عليك. فثبت أن النساء ليسن من أهل البيت وأن أهل البيت عليهم السلام هؤلاء الخمسة. تفضل يا شيخ. فهمنا. هل عندك من الرد؟ خلينا نتأكد. هل عندك من الرد؟ فتفضل. طيب لا احنا ما ننكر الحديث ان الحسن والحسين وفاطمة وعلي رضي الله عنهم جميعا نعم صحيح انه من اهل البيت وهذا الحديث صحيح. فإذا كان الآية نزلت في حق النساء أجبني على هذا يا شيخ. إذا نزلت الآية في حق النساء لماذا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في حق الخمسة الأطهار؟ طيب أنا جاوب خليك معي لو سمحت. بالخدمة تفضل. أنت قبل شوية من جوابك أنت تقول إن الآيات مرتبة يعني من معنى كلامك إن القرآن محرف إن الآية هذه مين موضوعها هنا صحيح ولا لا؟ أنا قلت إن ترتيب النزول غير ترتيب الجمع. إن ترتيب النزول غير ترتيب الجمع. هذا يتفق عليه جميع العلماء. إنما نزلت أولا مثلا ليس أول آية نزلت في القرآن الكريم سورة الفاتحة. أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهناك تبعيث في النزول. تبعيث بعض آية قسم منها نزلت في مكان هذا قسم في مكان آخر. التبعيث في النزول هذا يتحدث عنه السيوطي في الإتقان. طيب. نعم تفضل. طيب يا شيخ لو سمحت. نعم. يا شيخ لو سمحت. بالخدمة. يا نساء النبي اسمعني لو سمحت لي اعطيني فرصة لو سمحت لي. يعني سياق هذه الآية ليست لنساء النبي ولا ان هذه الآية مو موضوعها الصحيح هنا؟ قلت ان التبعيض ان ترتيب الجمع ليس ترتيب النزول. الآية نزلت في حق من لازم أن نراجع الروايات والأحاديث سياق الآية حتى يختلف. إن آيات النساء هن آيات الصيغة صيغة مؤنث. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. لستن إن اتقيتن بل فاخضعن بالقول. هذا كله وقرن في بيوتكن. هذا كلها أتت بصيغة المخاطب مؤنث. وأما آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالآية سياقه يختلف. لماذا أنت لا تلتفت؟ نعم تفضل. يعني طيب نعم طيب يعني الآية هذه غير متصلة أو متصلة بالنساء؟ أعطيني الجواب. لا ربط لها بالنساء قطعا. لا يتعلق بالنساء. طيب يعني أبفهم يا شيخ أبفهم يعني سياق الآية كله يتكلم عن نساء النبي. وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. أظن يتكلم لغة عربية يا شيخنا الله يرضى عليك مو فارسية. يعني واضح الآية وسياق الآية. أخي العزيز إنك لا تفهم ترتيب الجمع ليس هذا الكلام عربي. أنت رجل عربي. أنا أقول لك ترتيب النزول ليس ترتيب الجمع. ليس معناه إذا كان آية مع آية أخرى في القرآن الكريم ليس معناه إنهما نزلت في نفس الواقعة. لا تفهم ذلك الكلام معناه. لا إله إلا الله. طيب الرافضة يسمعون السنة يسمعون. عندي سؤال ثاني. لا اسمعني حتى أبين لك هذا المعنى. هذا الكتاب الذي أريكم إخواني الأعزاء كتاب معاني القرآن للفراء. كتاب معاني القرآن للفراء بل معاني القرآن. أين راح معاني القرآن للفراء؟ هذا. لاحظوا جيدا إخواني الأعزاء هذا كتاب معاني القرآن للفراء.
وهو من أكبر علماء في الأدب وفي التفسير، وهذا يعرفه الجميع. هذا كتاب معاني القرآن للفراء، وهو من الأدباء القدماء أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، متوفى سنة 207. الجزء الثالث طبع عالم الكتب، طبع سنة 1403. في هذا الكتاب إخواني الأعزاء لو نراجع صفحة 163 163 واللائي يئسن من المحيض من النساء، يقول إن شككتم فلم تدروا ما عدتها، فذكروا أن معاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد عرفنا عدة التي تحيض، فما عدة الكبير التي قد يئست؟ فنزلت فعدتهن 3 أشهر. فقام رجل فقال يا رسول الله فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فقال واللائي لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها 3 أشهر. فقام الآخر فقال فالحوامل ما عدتهن؟ فنزل وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت الحامل ذا بطنها حلت للأزواج وإن كان زوجها الميت على السرير لم يدفن. هذا آية واحدة نزلت بكم مرة؟ في كم مراحل؟ في 4 مراحل. آية واحدة فيها تبعيد في النزول. هذا قسم من آية، قسم منها نزلت في جواب هذا الشخص، قسم منها نزلت في جواب ذلك الشخص، قسم منها نزلت في جواب ذلك الشخص. التبعيد في النزول. هذا كتاب أين الإتقان؟ الإتقان في علوم القرآن له فيه باب على تبعيد في النزول. ينزل قسم السورة في مكان ما، قسم آخر في مكان آخر. ليس معناه إذا كان الآية الفلانية بل ملتصقة بآية فلانية إنهما نزلت في نفس المكان وفي نفس الشخص وفي نفس الناس، ليس معناه ذلك. هذا كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق الجزء 42 تبع دار الفكر للحافظ ابن عساكر الدمشقي، طبع في سنة 1417 في بالي دار الفكر. دار الفكر هو بالي دار الفكر. في هذا الكتاب لو نراجع صفحة 260 لاحظوا جيدا. أخبرنا فلان عن عمير بن جميع قالت دخلت مع أمي على عائشة قالت أخبريني كيف كان حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام؟ فقالت عائشة كان أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لقد رأيته وما أدخله تحت ثوبه وفاطمة وحسنا وحسينا. ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت فذهبت لأدخل رأسي فدفعني. هذا عائشة تقول الحسن والحسين والزهراء وأمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الكساء، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عائشة تقول ذهبت لأدخل رأسي تحت الكساء فدفعني، دفعني رسول الله صلى الله عليه وسلم طردني دفعني. فهذا صريح بأن الآية في شأن أهل البيت عليهم السلام. لماذا لا تفهم ذلك؟ إذا كان آية في حق النساء بزعمك يا شيخ لماذا يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الخمسة؟ هل أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السياق لا تدل على السياق. إذا دل على شيء إنها ليس للنساء. لماذا؟ لأن للنساء الآيات للنساء في سورة الأحزاب كلها بصيغة التثنية أو صيغة المؤنث. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين. هذا كلها بصيغة المؤنث. أما هذا يا أيها الذين بل
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. عنكم، هذا السياق يختلف. فأخي العزيز، أما التبعيض في النزول، إذا آية واحدة قسم منها نزل في حق هذا الشخص، قسم منها نزل في حق هذا الشخص، هذا ثابت في القرآن الكريم، هذا لا يضر. إذا كان هذه الآية في ضمن الآيات الأخرى، هذا ليس معنى أنها نزلت في حق هؤلاء النساء، نزل في حق هؤلاء الخمسة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. افتهمت؟ فرصة يا شيخ. نعم، أنا في خدمتك، تفضل. الله يسلمك. طيب انت الان ولله الحمد اعترفت اعتراف على ام المؤمنين عائشه، وكيف عدالتها وكيف كانت يعني تطري اهل البيت بالكلام الطيب، هذا اولا. ثانيا هذا من باب ان الله يجري فضل اهل البيت عليهم السلام على لسان اعدائهم. هذا كما انتم تتصلون بنا تقولون نحن نحب اهل البيت ايضا عليهم الصلاة والسلام، فإن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لهم فضل، لا هذا الفضل لا يكتم ولا يستر، فإن الجميع معترفون بفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أعداؤه كانوا يسموه محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ليس معنى هؤلاء ما كانوا أعداءه، الذين سموه الأمين كان عدد كثير منهم أعداؤه، ولكن ليس معنى هذا إذا سموه أمين هؤلاء كانوا يحبونه كانوا مخلصين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي لا تغالط معنا يا شيخ، لا تغالط معنا، فإنك هنا في محاكمة. اسمعني أي اسمعني. نعم. طيب اسمعني يا شيخ، ممكن؟ نعم تفضل. طيب فضل آل البيت ما حد ينكره. أنتم تنكرون، أنتم تنكرونه ليلا ونهارا، أنتم علماؤكم قنواتكم مشايخكم كبيركم صغيركم، هذا أنتم تنكرون فضلهم. الآن أنت خابرت لماذا تقول آية التطهير ليس في شأن أهل البيت عليهم السلام، فأنتم تنكرونه وتلصقون من ليس من أهل البيت بأهل البيت، تجعلون النساء النبي من أهل البيت، وزيد بن أرقم يقسم يقول نساء ليسن من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فأنت وأصحابك وعلماؤكم بأجمعهم تنكرون فضل أهل البيت عليهم السلام. أنتم تفضل. طيب يا شيخنا لا تناقض نفسك. انت قريت من كتاب الامام مسلم رحمه الله فضل آل البيت صفحة كاملة عن فضل آل البيت، كيف تقول احنا ما نحب آل البيت؟ ليش هذا الافتراء؟ لأنكم تنكرون حقهم وتكتمون فضلهم. الآن أنت اتصلت لكي تنكر فضل أهل البيت عليهم السلام، وتقول هذا الآية ليس في شأنهم، فهذا ليس إلا العداوة لأهل البيت عليهم السلام. فأنا أقول حرم الله إن شاء الله شفاعة نبينا لك، إن شاء الله أنت محروم من شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، بما أنك تعادي أهل البيت عليهم السلام وتنكر فضلهم وتقول الآية نزلت في حق من؟ في النساء، والآية مذكر، الآية الروايات كله تقول نزلت في حق أهل البيت عليهم السلام. أي نعم، إن شاء الله أنت محروم من شفاعته. أي نعم، بالخدمة. أعطينا فرصة. بالخدمة تفضل. أعطينا فرصة. فليكن هذا آخر سؤالك يلا شيخ تفضل. آخر ماذا عندك؟ أطلت علينا. اسمعني، اديت علي وكفرت أهل مكة، لكن اسمع الكلام. أنا لا أقول أنكم كفار، ولكن إن أقول إنكم تؤذون الحجاج وجعلتم بيت الله الحرام مركزا للتجارة فقط، وهنالك بنيتم القصور وبنيتم الفنادق أرفع من بيت الله الحرام. يا شيخ بل نعرف ذلك. ايه أذيتكم للتجار وإهانتكم لهم وتحقيركم للحجاج من الهند من الباكستان، نحن نعرف ذلك جيدا، هذا يعرف كل مسلم، ليس من الآن، من زمن القديم أنتم هكذا. أنا لا أقول أنكم كفار، ولكن أقول إنكم آذيتم الحجاج، آذيتم ضيوف الرحمن، بل وإنكم جعلتم الكعبة فقط مركزا للتجارة. لم يكن عندكم منفعة ماليا في الكعبة لهدمتم الكعبة كما هدمتم كما هدمتم البقية. تفضل. يا شيخ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كلام افتراء. لكن اسمع يا شيخ، اسمع السؤال الثاني من الآية الثانية. تفضل. أنت تتكابر على القرآن، لكن الثاني
بلى. أنتم تدعون بأن أم المؤمنين عائشة زانية، وفي القرآن الكريم في سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم هذا كذب. دقيقة استمع لي جيدا، استمع يا شيخ. من أين زعمت أنا أقول إنها زانية؟ متى سمعت ذلك مني؟ يا أخي الحبيب يقول موجودة في كتبكم، موجودة في لا إله إلا الله. أقول لك بالنسبة إلى نسبة الزنا إلى عائشة، أنا لا أنكرها ولا أثبتها، لا أنكرها ولا أثبتها، أنا أتركها الآن مسكوت عنها فلا أتكلم عنها، ولكن أقول هذا إنما أتت به عائشة من الأحداث في الدين، من عداوة أمير المؤمنين عليه السلام، من أذية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من زياداتها وكذبها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من خروجها على سيدها ومولاها أمير المؤمنين عليه السلام لابسا درعا في محاربة من هو حربه حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن سلمه سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنها أكبر من أي زنا في العالم. أقول لكم هذا. أنتم إنك يا شيخ إنك تكذب علي وتتهمني بشيء أنا لم أقوله. أنا أقول عائشة زنت أم لم تزني، أنا الآن أترك ذلك